بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصفتي الجار ديال السيد هذا سعيد اللي كان شويه مسكين مريض ومارس هذه الجرائم النكراء اللي حنا كمجتمع مدني وكساكنه سليمه مع واحد الانطباعات عنيفه كارثيه. فكيفاش بان السلطه المحليه ما اكترتش الامر الواقع، بان الناس الساكنه والجيران، حنا مدينه بن حمد عباره عن مدينه صغيره يعني عنيفه جدا جدا. كان كيتعرض للماره، كيتهجم على الناس، دخل على الناس لديورهم. انا راه كنسكن بعيد على الجاء غير ب 30 متر، كنشوفوا بشكل يومي. عمرني انا ما هضرت بواحد العزاء للناس الجيران ديالنا اللي عندهم الضحيه الاولى، السي مصطفى المنياني رحمه الله ونزل عليه الرحمه، هذه بشكل الاول. وكنتقدموا بالدعم للعائله ديال السعيد حيت راه هي عائله، وحنا اجتماعي ودعم معنوي. والنقطه اللي بغينا نشيروا ليها ان هذا السيد راه مارس محاوله قتل غير قبل رمضان، غير بشي 10 ديال الايام ولا ما واصلاش، دار محاوله القتل لدرجه حنا قلنا بلي هذه محاوله القتل هذا بسيكياتر عندها لجن بان هذا السيد مادام مارس واحد المحاوله ديال القتل وكيقول بلي راه مسطي. المنطق القانوني وشنو كيسمح لي، العقليه شنو كيسمح لي، ايش يسمح لي يستقبل عقلي، يمشيو يعرفوا واش مسطي ولا ما مسطيش. الا كان انسان سكيزوفريني راه خصو يمشي للحبس، ماشي انا سكيزوفريني حيت انا راه شفت الانطباعات ديالو كيفاش كيعيش. اليوم يقدر يقول لك السلام عليكم، غدا يقدر يقول لك حتى غنقتلك. واش بانه الطبع كاع كيخشوا الكلاب ولات عندنا عاديه في المجتمع المدني في مدينه بن حمد؟ راه هذا الشيء راه كارثي. فاذا بي انا مني مارس محاوله القتل وكدوز 20 يوم وكندخل الجامع، كنقيم الصلاه، كنبغي نصلي تحيه المسجد في العصر، كندور راه بالشكل الاول راه ضحايا الاهمال ديال الناس السلطات المحليه. راه ملو هذا السيد هذا، راه تعاملوا معاه باهمال، ولا انك كيدوز حدا بوليسي ما كيديرش فيه، وليتي كتمشي عند الناس السلطه المحليه وكتبان لنا راه شي حاجه اللي عنيفه. كوننا كمجتمع سليم هاد العادات راه ما خصهاش تقبلوها، بانه وليت انا كجارو مثلا، انا عم رضوى معايا واحد جارو راه كيدخل في السبان وكيخرج في السبان، راه قدامه لاصال ديال الرياضه راه سدت، راه 56 شكايه اللي كاينه عندنا السلطات المحليه. راه النائب ديال جلاله الوكيل ولا وكيل جلاله الملك ولا ما عرفت شنو، راه ما اختارتش الامر نهائيا. راه السيد راه شدوا البوليس في مدينه بن حمد، راه كيجيبوا لنا 50 مسطي 60 مسطي في السيمانه، كيجيبوا كار كيطلقوه. راه هادشي ماشي معمر طرا، راه غير مؤخرا مسطين كانوا كيضربوا الناس، راه شحال من واحد كان غيموت ضربوا مسطي. واش هذاك كيليس وهذيك اربعه عندهم لي كارت ناسيونال ديال المغرب، وحنا اللي كنسكنوا في بن حمد ما عندناش لي كارت ناسيونال ديال المغرب؟ واش هذه حكره تجيب لي انا 50 مسطي 60 مسطي بشكل اسبوعي؟ واش انا نمشي نتشكى لك نقول لك اودي راه كنعيش مشكل مع واحد السيد عايفه؟ فتدخلوا، قوموا بالتدخل، وريونا شنو والو نهائيا. حنا ولينا لدرجات الناس مدينه بن حمد الناس الساكنه ديال هذا الدرب غويده ولاو كيتسناو انه غيقتل، لدرجه نهار سمعنا الحدث ديال القتل لا هاز السيف هاز خنشط الحجر كيدوز عليك كيدير فيك كيخنزر فيك كيمارس لك واحد العادات عنيفه سواء نفسيا لدرجه ضرب شحال من مره، تضرب شحال من مره، دخل على ناس، هجم على ناس، ما خلا ما حتى شي واحد. ديما المغرب بقاو ديما حنا تنتسناو حتى تفيض النقطه اللي تفيض الكاس. والمغارب في الامر والحاجه اللي اثارت شيء اشمئزازي وخلاتني انني ندير هذا التدخل مع الصديق ديالي، هو اللي كيصور فيا دابا، اللي جايه كتصور في المدينه ديالي وكتعطي الميكرو المنهبه ودب وكتقول لي هاك صور معايا. اللي نعرفوا انا صحافي ونعرفوا اعلامي باغي يجيب السبق، وسير عند الناس المعنيه بالامر، سير باغي تجيب سبق اعلام، وتالي المعلومه راه مقدسه، الله سبحانه وتعالى وقدس المعلومه باش تتسوق معلومه غلطه ويولي انا واحد في طنجه واحد في كندا واحد ما عرفتش فين تسوق لي معلومه غلطه. ما تحترمش راسك من الله، راه غدا غنموت اليوم الدنيا وغدا اخره. راه المعلومه راه شي حاجه مقدسه، راه الدين مبني على المعلومه. راه النبي عليه الصلاه والسلام نهار جاب معلومات، واش تبغى توصل معلومات غلطه وكتجي وكتادريسي